هنعمل قرص بالعجوة تتاكل جنب الشاي في الفطار او العشاء. هنعمل 3 اشكال مختلفة زي الافران بالظبط، وكملوا الفيديو للاخر وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. في العجين هنضيف كيلو دقيق، وهننزل عليه بكوباية سمنة على زيت، نص سمنة على نص زيت، واللي مش حابب سمنة ممكن يعجنها بزيت بس مش شرط سمنة. وهنضربهم بالعجين لحد ما يبقى زي الرملة كده، نبسه يعني. وهننزل بكوباية زبادي أو كوباية لبن رايب اللي متاح عندنا، وهنضيف عليهم معلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة و3 معالق سكر ورشة ملح ومعلقة ينسون ومعلقة شمر، ده اختياري للي حابب. وأنا ضربتهم نص ضربة في الكبة علشان الحبوب ما تبقاش باينة في القرص. وهنضيف كوباية لبن أو مية حسب الرغبة، وهنعجن لحد العجينة ما تلم معانا. وهننزل بالسوائل بالتدريج علشان على حسب العجينة ما بتاخد معانا، عشان كل نوع دقيق غير التاني. وهنسيبها تخمر نص ساعة. والعجوة بنضيف عليها معلقة سمنة وبنعجنها بيها، والسمنة بتخليها طرية وما تنشفش في الفرن وقت التسوية. وبعدين عملتها كور علشان تسهل معايا وانا بحشي القرص. وهنقطع العجين وهنبتدي نشكل. وده اول شكل احنا عملناه، وعملت فيه فتحات بالسكينة عشان يبقى نفس شكل الجاهزة. وهنعمل تاني شكل معانا. هنفرد العجينة بالطول، والعجوة هنعملها زي الصوابع، وبعدين بنلفها رول عليها وبنقفلها. وبنقفلها زي الدايرة. ومن الأطراف هنقطعها بالمقص فتحات. علشان تدينا الشكل ده. وهنعمل آخر شكل معانا، هنفرد العجينة وهنحشيها برضو بالعجوة. ونضغط عليها نفردها شوية، ومن الأطراف هنقصها نعمل لها فتحات. بالشكل ده بيبقى لذيذ جدا برضو زي الأفران. جبت ربع فنجان مية و3 معالق سكر ومعلقتين زيت، ودهنت الوش ورشيت عليه سمسم. وهنسيبها تخمر نص ساعة قبل التسوية. ودخلتهم الفرن على درجة حرارة 200. وأول ما يستوي وياخد لون بنطلعه. وهنا استوت وطلع هشة جدا وطرية زي القطن، وريحتها خطيرة جدا. اللي عايز المقادير مكتوبة هتلاقوها على اليوتيوب، اللينك على صفحتي.